دكتور، انا خسيت 6 كيلو بعدها دخلت صيام متقطع 14 ساعة وباكل نشويات بس في وجبة الغداء. تحفة، برافو عليكي. بمشي نص ساعة 5 أيام في الأسبوع، ممكن أكتر. بس وزني ثابت مش بيتحرك وشكلي بيتغير. نجمة زي الفل، بطلة. خسيت 6 كيلو، ده إنجاز حلو جدا، افرحي بيهم. وفترة الثبات دي فترة طبيعية جسمك بيعملها عشان يعيد تاني تنظيم مستويات الطاقة، فدي حاجة طبيعية تماما لما تحصل. ليتس نورماليز ان اي حد بيعمل دايت بيعدي على الفترة دي، ممكن تعدي عليها بعد اول 2 3 كيلو لو خسيتيهم، ممكن تعدي عليها لو خسيتي 10 كيلو، ممكن تعدي عليها ال 20 كيلو، فما تحبطيش، كده كده كملي. اقول لك بس 3 تيبس اعمليها هتفرق معاك جدا. انت بتمشي 5 ايام نص ساعه، خدي يوم منهم خليها رياضه سريعه في البيت، مثلا نط، حبل، جري، رقص، هيت اكسرسايز، تبقى ضربات قلبك فيها بتعلى وتنزل من اليوم من الخمسه، وتبقى 20 دقيقه بس. وخدي يوم كمان لو تعرفي تعملي تمارين مقاومه في البيت بس بوزن جسمك، سكواتس، بلانك، بطن، بول اب، بوش اب، وات ايفر، اي حاجه بوزن جسمك. وخدي يوم من الصيام من ال 14 ساعه خليه بس من 16 ل 18 ساعه، يوم واحد بس. وكل اسبوعين اعملي شيتنج ميل كلي فيها نشويات اكتر بس نشويات معقده. اعملي لي شويه الحاجات دي وخليكي مطمنه ان دي فتره اي حد هيشوف الفيديو ده هيكون بيعدي عليها، دي حاجه طبيعيه. فبس كملي بوش وان مور تايم، وزقي نفسك وزقي نفسك في الاسبوع اللي بعده واللي بعده. لو سبتي 3 4 اسابيع والله العظيم 3 دي حاجه عاديه، كملي في الاسبوع اللي بعديهم عادي.